الإسلام هو الدين الحق. معلومة كل يوم، يلا بينا. ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بيقول إن الدين عند الله الإسلام، وآية تانية في نفس السورة برضه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا الدين عند ربنا سبحانه وتعالى هو الإسلام. عندك مثلا سيدنا يوسف كان مسلم، لذلك قال في أواخر السورة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فسيدنا يوسف كان مسلم. عندك سيدنا سليمان برضه كان مسلم. في أواخر القصة ملكة سبأ بتقول قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذا سيدنا سليمان برضه كان مسلم. سيدنا موسى برضه كان مسلم. قال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فبرضه سيدنا موسى كان مسلم. وبرضه سيدنا عيسى كان مسلم. في آية سورة آل عمران قال إيه؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، ركز بقى، واشهد بأننا مسلمون. الحواريين اللي هم أصحاب سيدنا عيسى قالوا له آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبقى أصحاب سيدنا عيسى برضه كانوا مسلمين. وطبعا سيدنا عيسى كان مسلم. وسيدنا إبراهيم كمان كان مسلم. قال الله عنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فانت لما تيجي تدور هتلاقي كل الانبياء كانوا مسلمين. لذلك الدين الوحيد عند ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقبل هو الاسلام، وما سوى ذلك فلا يقبل وهو في الاخره من الخاسرين. انا خالد شريف بقدم معلومه كل يوم. لايك وفولو واستنى معلومات بكره. سلام. سيدنا موسى وعيسى عايزين ما نيجي بدري قبل النور ما ينور. قال ايه؟ اه نصلي الفجر كده ونقرا اذكار ونيجي.